ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى حاجة حلوة كده وجميلة وطعمها مش عايزة اقول لكم بقى لا يقاوم. طعمها تحفة 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 وهتعجبكم قوي، وبمقادير سهلة جدا 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 ومتوفرة عندنا ان شاء الله في البيت وبطريقة سهلة. هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقة سهلة قوي بس يا ريت بقى تدعموا قناتي لمة العيلة مع ريمو باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. ويلا بقى بينا عشان نشوف ايه مقاديرنا. ودي بقى هي مقاديرنا للرز بلبن اللي انتوا شفتوه بتاعتنا. ده 2 كيلو لبن انا جبته غليته وبتسيبيه شوية عشان يكون قشطة كده بالشكل ده. هوريهولكم اهو عشان يعمل لك وش قشطة كده بالشكل ده، شايفين ناشف ازاي؟ ودولت نص كيلو من السكر، كوباية رز انا نقعاها حوالي من ساعتين في مية وفي لبن عشان تاخد من طعم اللبن، وما بتغسليهوش قوي عشان لو غسلتيه قوي هينزل كل النشا اللي فيه، فبالتالي لما تيجي يستوي تحطي له النشا هتحطي كمية نشا اكتر، فالطعم بتاع النشا هيبان فيه اكتر. فلما تيجي تغسليه هي مرة واحدة بس عشان يبقى فيه نسبة من النشا، عشان لما يجي يستوي بقى ما تكتريش نسبة النشا معاكي. وده زي ما قلت لكم نص كيلو سكر، 4 معالق كبار من النشا، المعلقة اللي احنا بناكل بيها، معلقتين كريم شانتيه خام. خلي الرز بتاعنا طعمه كده تحس ان فيه كريمة وطعمه حلو قوي قوي وهيعجبكم جدا، هتجربوه هيعجبكم قوي. وكيس من الفانيليا. وطبعا انا هجيب الحلة بتاعتي اهي، هنزل فيها الرز اللي هو منقوع بقاله ساعتين بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. دي كوباية من الرز، ما بتكتريش عن كده، هي بس كوباية واحدة كده. وهتحطيها بقى على نار هادية جدا، لان لو عليتي النار الرز بتاعك هيتشرب ويتحرق من تحت، فلازم عارفة تحطيه. وطبعا انا هزود حبة مية تاني على مقدار الرز بتاعنا ده، يعني الطبق ده هحط نصه تاني من المية وهحطه على نار هادية. وتعالوا اوريكم على البوتاجاز كده بقى حطيته على النار. بصوا احنا هنسيبه اول 5 دقايق على نار عالية بحيث ان هو بس ايه يبدأ يغلي معانا كده. وبعد ال5 دقايق بالظبط هتروحي موطيه النار خالص، عارفه اللي هو يا دوب شمعة، بحيث ان هي ما تشربش السائل بسرعه، وكمان ما تشيطلكيش الرز من تحت. وهنا اهو زي ما قلت لكم انا مليت نص من الطبق ده حوالي كوبايه ونص ميه اهو. هحطها بقى على الرز بتاعنا وهغطيها واسيبه بقى لحد ما يشرب الميه بتاعته دي. هنا بقى بعد ال5 دقايق ما فاتوا، شايفين؟ وبتخلي بالك بقى يعني بتبقي مبشراها علشان ما تفرش منك ويديلي ايه اللبن ده بره. يعني انتي بتخلي بالك بتوقفي جنبيها ال5 دقايق دي لحد ما ايه تاخد غلوة، وبعد كده بتوطي النار خالص تبقى زي الشمعة، نار بسيطة جدا جدا زي ما انتوا شايفين اهو كده. هسيبه بقى على النار الهادية دي كده خالص، وبعد كده هغطي عليه. ولما يبدأ بقى يشرب المية بتاعتنا دي زي ما قلت لكم هسيبه شوية. هنا اهو كان بقى خلاص قرب يتشرب، فحطيت له نص كوباية من اللبن بحيث ان انا عايزاه ياخد يعني عارفين سوى اللي حاجات بسيطة في اللبن ده، عشان لما اجي احط لبن ما احطش لبن كتير عشان ما ياخدش مني لبن كتير ويقعد يستوي كتير في اللبن، لا يبقى انا في اللبن القليل ده سويته واحط بقى اللبن التاني، فيبقى نسبة اللبن فيه طعمها احلى، ما تبقاش مش باينة، لا تبقى باينة اكتر وتبقى نسبة اللبن اكتر. فانا حطيت نص كوباية من اللبن تاني على اساس زي ما بقولكوا كده ان هو ياخد سوى الا حاجات بسيطة. وبفضل بردك اقلبه كده بحيث ان هو ما يلزقش خالص عشان ما يلزقش وايه ويبقى فيه ريحه من الشياط كده وما يبقاش حلو اهو. هو كده خلاص قرب اهو يتشرب. وبردك لما نقعته ده بردك بيخلي نسبة السوى تبقى اقل لما بتنقع. فانا هسيبه اهو بقى كده
هغطيه واطفي عليه النار. شايفين عامل ازاي اهو بالشكل ده. هسيبه بقى كده وهغطي عليه وهقفل عليه النار وهسيبه لمدة ربع ساعة، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. كده انا اهو بقى شايفين الرز بتاعنا اتشرب من اللبن والميه. شايفين بقى المقدار بتاعه زاد ازاي. شايفين مفيهوش بقى اي ماده سايله خالص اهو، والمقدار بتاعه زاد معانا جدا جدا. دلوقتي بقى هنزل باللبن بتاعنا. هنقول بسم الله كده. دول مقدار 2 كيلو من اللبن زي ما قلت لكم. وهبدأ بقى اخد الوش بتاع اللبن اهو. شايفين عمل معانا قشطه ازاي بالشكل ده. هنزل بيه على الرز كده اهو بالشكل ده. ومش هحط بتاعي. بصوا ده زي ما قلت لكم نص كيلو سكر، بس مش هحطه كله. انا هحط مثلا نص الكميه واشوف هياخد معانا تاني سكر ولا لا. وطبعا السكر ده حسب بقى ايه تذوقك انت، يعني حسب السكر ما انت حابه ايه. في ناس بتحبه مسكر قوي، في ناس بتحب نسبه السكر تبقى معتدله، فالسكر ده بتاعك انت بقى. انا بس بقولك المقادير، وانت بقى طبعا لو عايزه تحطي سكر اكتر بتحطي، عايزه تضاعفي الكميه بتضاعفيها، فانت حره اهو. بنفضل بقى نقلب كده بالشكل ده. هنا اهو بقى شايفين انا عليت النار شويه، بدأ اهو اللبن يقل معانا شويه، فهحط حبه تاني من اللبن اهو كده بالشكل ده. وممكن بقى يعني ادوب معلقتين لبن نيدو في حوالي نص كوبايه ميه واضيفها بردك، بتدي طعم حلو بردك مع الرز بلبن. انا دلوقتي هجيب معلقتين من اللبن النيدو وهحط اللي هو اللبن البودره يعني، وهحط عليه نص كوبايه من الميه وهضيفه على الرز بتاعنا. انا هنا اهو دوبت معلقتين من اللبن البودره عليهم نص كوبايه من الميه، وهنزلهم كده بالشكل ده واقلبه بردك بالشكل ده كده. وبقى طول ما انت واقفه تقعدي تقلبي فيه بحيث ان هو ما يلزقش، وتبقي كمان حاسه القوام بتاعه عامل ازاي اهو بالشكل ده. وانا هنا اهو بقى هو دلع لسه بردك معانا، فهاخد حبه بردك من السكر بالشكل ده. خدت نص بردك الكميه واقلبه بردك كده بالشكل ده اهو كده. وهو بقى عشان الرز سخن وكده فبيدوب السكر بسرعه قوي. وبلاش تحطوا اللي هو السكر الغامق، حطوا اللي هو السكر الفاتح اللي هو الابيض اللي زي ده كده، عشان ما يغمقش معاكي الرز ويبقى مش حلو، عشان يطلع لونه ابيض وكريمي. بس كده خلاص اهو. هبدأ بقى ادوب اهو بسم الله. وهدوب بقى معلقتين الكريم شانتيه بردك في حبة من اللبن اوريكم بردك. دوبت هنا بقى اهو خلاص. انا دوبت الكريم شانتيه مع الميه مع اللبن اهو كده، دوبته في اللبن. هنزله بقى بالشكل ده بسم الله، واروح مقلبه كده. هيفتح بقى معانا وكمان هيدي له طعم حلو قوي قوي قوي. هيدينا طعم يعني روعه، احلى كمان من بتاع المحلات، طعمه تحفه. وحاجه بقى طبعا انتي مديها كل المكونات بذمه، طبعا انتي مش ضامنه هم حاطينلك ايه مواد ايه او اللبن نوعه ايه او كميه اللبن قد ايه. لكن هنا انتي عامله الحاجه باعمال ايدك انتي، طبعا ضامنه كل حاجه اهو. وهنشوف نسبة بقى السكر، لو محتاجة سكر بتحطي، لو مش محتاجة خلاص. عشان مجرد ما بنحط النشا خلاص ما بنضيفش اي حاجة تاني، لان يا دوب بتاخد غلوة وبعد كده بنقفل اهو. انا كده خلاص مش محتاجة سكر تاني. فهدوب بقى طبعا النشا وهحطها مع بعض بردك على الرز بتاعنا.
خلاص بقى هنا انا دوبت معلقتين بس من النشا، مش 4 معالق، هما اخدت معلقتين بس، قلت علشان لو عايز احط تاني، لو معس يبقى هما كفايه. بعد كده هبدا بقى انزله واقلب بقى بسرعه عشان ما يتكتلش مننا. اهو كده نقلب بسرعه عشان ما يتكتلش في مكان ومكان اهو. وطبعا وانتي بتقلبيه كده بتحسي القوام بتاعك، يعني بتحسي ان هو بيتقل معاكي اهو كده. لو عايز نشا تاني نحط له اهو كده. احنا ممكن نحط معلقتين النشا التانيين ندوبهم بردك، ننزل اهم معلقتين التانيين من النشا دوبتهم، هنزلهم بردك بسم الله اهو كده. القوام بدأ يتقل اكتر، يبقى احنا هنحط 4 معالق من النشا مش 2، هنحط 4. شايفين بقى كده ما شاء الله القوام حلو قوي قوي، ولسه كمان لما بيبرد بيتقل اكتر اهو بالشكل ده. وزي ما بقولك هتفضلي تقلبيه عشان النشا بتاعتك ما تكتلش في مكان ومكان اهو. خلاص هو كده بقى حلو قوي القوام بتاعه. هطفي عليه بقى وهسيبه يهدى مثلا لمدة ربع ساعة ان شاء الله. حلو قوي كده والسكر بتاعه مظبوط. ودول اللي اتبقوا من النص كيلو سكر، حوالي تقريبا كده نص كوبايه من السكر من نص كيلو سكر. وطبعا زي ما قلت لك السكر ده بقى بتاعك انت، يعني انت اظبطي السكر بتاعك حسب تذوقك انت وحسب ما انت حابه. خلاص انا كده بقى اطفي عليه واسيبه يهدى خالص وبعد كده نعمله مع بعض. خلاص بقى كده انا هو لسه ما بردش، انا قلت وهو سخن كده هاخد منه. هنقول بسم الله، نحطه في الطاجن الفخار ده كده. وطبعا مش هنملاه قوي لان لما بتمليه قوي بيفور في قلب البوتاجاز، وكمان الوش بتاعه بيروح ما بيعملش وش، فانا مش هملاه قوي اهو بالشكل ده اهو كده. واحطه بقى في الفرن بتاعي. هناخد التاني. خلاص كده انا اهو غرفتهم زي ما انتوا شفتوا في الطاجن الفخار ده. طاجن صغير مش كبير، يعني الحجم بتاعه صغير مش كبير. هحطه بقى في الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 يا دوب، بس هياخد ايه معانا وش وخلاص. على كده هطلعه وهوريهولكوا بردك وهبدأ. هنا بقى انا خلاص جبت الاطباق بتاعتي، هغرف في الطبق بتاعي بالشكل ده بسم الله. الطبق ده شايفين بقى صغنون ازاي وجميل ازاي، حلو قوي حلو قوي للاطفال كمان، عشان اطفال من النوع اللي هم بياخدوا الطبق يلعبوا فيه شويه ياكلوا معلقتين ويسيبوه، فده حلو قوي للاطفال. كميه برضك مش كتيره وفي نفس الوقت كميه مشبعه اهو كده. هغرف بقى اطباق الرز بتاعتنا كلها وهوريها لكم. كده بقى خلاص غرفنا الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وشايفين ما شاء الله من كوباية رز و2 كيلو لبن عملنا كمية قد ايه من الرز الله عامل ازاي. ولسه طبعا لما احطه في التلاجة هتشوفوا شكله يبقى احلى كمان اهو. ده اللي دخل الفرن اهو، شايفين عامل ازاي ما شاء الله. اهم حاجة العلبة، لو انت مثلا هتحطيه في العلبة اللي هي دي كده اهو، تستني لما يبرد خالص خالص وتبداي تحطيه اهو. شايفين بقى ما شاء الله الكميه قد ايه. وطعمه بقى عايزه اقول لكم ان طعمه تحفه تحفه تحفه. سكره مظبوط، اللبن بتاعه مظبوط، النشا مظبوطه جدا واحلى بكتير 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 من بره. وحاجه طبعا من عمايل ايدك انت ومن نظافتك انت، يعني حاجه تاكليها وانت مطمنه 100%. وهنا انا الاطباق دي زي ما قلت لكم ليها غطيان اهي، انا هبدا اغطيها بالغطيان بتاعتها دي. الاطباق ديت حراريه بتخش الفرن وكده، وانا عامله لكم فيديو بالمشتريات اللي انا جبتها منين وبكام وكده، وان شاء الله انزل لكم الفيديو ده قريب باذن الله. لان فعلا الحاجات دي حلوه قوي وتمنها رخيص جدا، ومش هتتصوروا يعني تمنها قد ايه، لان ده حراري بيخش الميكرويف الفرن حلو قوي.
بس فهنا بقى هغطي بقى الاطباق بتاعتي، وديت هحطها في التلاجة وهغطيها بصينية من فوق كده، بحيث ان انا اغطي الوش عشان يعمل معانا زي نجرشة كده من على الوش، يبقى حلو قوي ويبقى زي بتاع المحلات بالظبط وما تفرقيهوش. اما طلعه بقى من التلاجة هوريهولكوا وهوريكوا قد ايه هو حلو قوي. وطبعا هنحط الطاجن بتاعنا في التلاجة بس لما يبرد خالص خالص خالص، لان لو حطيناه وهو سخن ممكن لا قدر الله يفرقع جوه التلاجة، فلما يبرد خالص هنحطه في قلب التلاجة. الاطباق دي خلاص كده بردت، هبدأ احطها بقى في التلاجة، وزي ما قلتلكوا هنغطيها عشان تعمل معانا وش حلو، وهوريهولكوا ان شاء الله لما يخرج من التلاجة. وخلاص بقى يا حبايبي، بعد هنا ما حطيته خلاص في التلاجة بالشكل ده، نعمله بقى بكذا، نقدمه بكذا شكل. ممكن اللي هو بالفرن ده زي ما وريتكم هنعمله ازاي، ممكن بجوز الهند وزبيب، ممكن بمكسرات، لو مش عايزه المكسرات كده ممكن تحط ساده، يعني حبه زي ما انت حابه. في ناس بتحبه ساده، في ناس بتحب تاكله كده، في ناس بتحبه زبيب وجوز الهند، في ناس بتحبه بمكسرات. فانت تعملي كذا كذا صنف بحيث اللي بيحب حاجه ياكلها، ومن نوع واحد. وزي ما انتم شفتوا مقاديرنا كانت سهله وبسيطه. وعايزه اقول لكم بقى ان طعمه تحفه، والسكر مظبوط جدا جدا، وشايفين من جوه عامل ازاي كريمي ازاي، واللبن اكتر من الرز. شايفين حلو قوي قوي قوي. متنسيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وعلى الله اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.